نبدأ بسم الله وبالصلاة على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بيكم وفيديو جديد من مطبخ السبع بهارات. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنعمل من وش اللبن، هنعمل منه الزبدة والسمنة البلدي، وهنعمل كمان المرتة، وحتى السائل اللي بيطلع من الزبدة واحنا بنضربها هقولك هتعملي بيه ايه. تابعوا معايا الفيديو للآخر إن شاء الله هتستفيدي من الفيديو ده بإذن الله. لما بتجيبي لبن بتغليه وبتحطيه في التلاجة، بتسيبيه من بالليل تاني يوم الصبح بتلاقي عليه قشطة كده على الوش. القشرة دي بتشيليها كده بمصفى زي ما انا عملت كده في الفيديو، وبتحوشيها في علبة، وضروري تحطيها مباشرة في الفريزر. ما ينفعش تسيبها في التلاجة يوم واتنين علشان طبعا ما تغيرش وتعمل طعم مش كويس في القشطة. بعد ما بتحوشي الكمية اللي انت عايزاها بتحوشي كده علبة او علبتين، المقدار اللي انت بتكوني مظبطة نفسك عليه. تطلعيه من الفريزر وبتسيبيه كده في المطبخ لمدة ساعة. اول ما بيبدأ يفك كده بنبدأ نضربه كده بالعجان زي ما انت شايفة. بنضربه بالعجان علشان ما ياخدش معانا وقت، لان القشطة اللي هي بتكون طالعة من وش اللبن بتكون خفيفة شوية، فبتاخد وقت كتير شوية علشان تتجمع معانا وتعمل زبدة. ولو انت هتعمليها بايديكي برضو هتاخد معاكي وقت شوية، فيفضل ان انت تعمليها بالمضرب الكهرباء او بالعجان كده زي ما انت شايفة. ما شاء الله ما بتكملش دقيقتين وبتبدأ تطلع معانا المية بتاعتها. انا اتعمدت ما اوقفش الفيديو بس سرعته شويه عشان تشوفي كل الخطوات. انا بدات حطيت القشطه بتاعتي بعد ما فكت شويه في العجان بتاعي، وبدات اضربها على السرعه العاليه في البدايه. واول ما تبدا ترمل معاكي كده وتفصل الميه بتاعتها عن القشطه بتبداي تهدي المضرب خالص عشان ما يطرطش ويغرق لك الدنيا في المطبخ. وبعد كده بنجمعها كده بتطلع المية اللي هي طالعة دي، السائل ده بنسميه كده الخض. هقولك برضو في فيديو مستقل هنعمل بيه ايه. طبعا لازم تحتفظي بيه في الفريزر مباشرة، ما تسيبوهوش بره التلاجة برضو، لانه بيكون فيه كمية لبن فبرضو هيروب منك ويبقى مش كويس. بعد كده الزبدة بتاعتي اول ما اتجمعت كده ببدأ المها بايديا كده واحط شوية مية ساقعة. طبعا لو احنا في الصيف بنحط مية بتلج، لو انت في الشتاء الزبدة اصلا بتبقى جامدة لوحدها مش مستاهلة ان انت تحط تلج ولا حاجة. لازم نشطف الزبدة بتاعتنا كده علشان ما يكونش فيها كمية لبن، ولما تيجي تسيحيها ما تطلعش معاكي هدر كتير. ممكن بقى تحتفظي بيها كده زبدة في الفريزر. لو انت بتحبي تستخدميها كده بتستخدميها مع الرز المعمر او الرز العادي الابيض اللي بتعمليه، بتحط قطعة كده او قطعتين، يا اما بتكوريها او بتصبعيها صوابع كده وبتحطها في اكياس وتحطها في الفريزر وتستخدميها واحدة بواحدة كده حسب الاستخدام. هنبدأ بقى اسيح الزبدة بتاعتي. بتحطيها على نار هادية خالص في البداية لحد ما تبدأ تدوب، ما تعليش خالص النار على الزبدة بتاعتك عشان ما تتحرقش معاكي بسرعة وتاخد راحتها في السوى. ده انا حطيت معلقة ملح صغيرة، حط ملح حسب رغبتك. الملح طبعا ما بيأثرش خالص في السمنة، الملح ده بينزل كده بيعمل اللي هي المرتة او العجوزة، والسمنة بتاخد كفايتها من الملح وبتبقى مفيش فيها ملوحة ولا حاجة. حط لكل كيلو زبدة معلقة صغيرة من الملح، دي كمية مظبوطة جدا ان شاء الله. شايفين لو تلاحظوا انا مهديه النار تماما في الفترة دي علشان المرتة بتاعتي ما تتحرقش ولا السمنة، وفي نفس الوقت تستوى على الهادي علشان يبقى عمرها طويل وما تبص منك في المطبخ. يعني انت لو انت سيحتيها على نار عالية السمنة بتاعتك بيبقى عمرها قصير وما ينفعش تحتفظي بيها بره التلاجة. لكن لما بتسيبيها كده على نار هادية وتاخد وقتها في السوى، ممكن تاخد ساعة ساعة ونص على حسب كمية الزبدة اللي انت حطاها، هتعيش معاكي عمر طويل وممكن ما تدخلهاش في التلاجة وتسيبيها بره عادي. شايفين ما شاء الله المرتة بتاعتي اول ما يبدأ لونها يتغير كده، والرغاوي اللي على الوش دي هتلاقي برضو لونها بدأ يغير ويبقى لونها مصفر كده شوية. هتبدأي بقى تهدي النار تماما مع التقليب المستمر لحد ما تلاقي المرتة بتاعتك خدت اللون اللي انت عايزاه. حاولي ما تغمقهاش علشان ما تتحرقش منك وتعمل طعم مش كويس في السمنة. لون المرتة بتاعتي بدأ ياخد كده اللون الذهبي الفاتح اللي انت شايفاه. شايفين ما شاء الله لونها كده جميل ومظبوط. نبدأ بقى ننزل السمنة بتاعتنا من على النار، وهقولك برضو ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنعمل ايه بالمرتة اللي معانا، ازاي هنستخدمها ونعمل بيها حاجة جميلة جدا. بعد شوية بتنزلي السمنة بتاعتك من على النار وبتسيبيها تهدى شوية، يا اما كده بتصفيها بمصفى
ضيقة خالص. طبعا المرطة بتاعتنا بتكون مترسبة كده في أرضية الحلة، بتسيبيها تهدى شوية. أول ما بتهدى كده بتلاقي المرطة نزلت كده في أرضية الحلة، بتبدأي تصفيها كده في البرطمانات بتاعتك وتحتفظي بيها، يا إما في التلاجة أو لو زي ما أنا قلتلك مسوياها كويس ما تقلقيش هتسيبيها بره في المطبخ مش هيجرالها حاجة. الطريقة التانية هتسيبي السمنة بتاعتك تبرد تماما زي ما انت شايفة كده. شايفين ما شاء الله السمنة بتاعتنا مرملة، اللهم بارك، جميلة جدا ما شاء الله. بتاخدي كده معلقة وبتفضلي تقشطي كده السمنة بهدوء خالص، تحطها في البرطمانات بتاعتك لحد ما بتوصلي للطبقة اللي تحت اللي هي المرتة. برضو بتاخديها وتحتفظي بيها. طبعا عايزة اقولك برضو المرتة بتحطوها في علب او في اكياس وتحتفظي بيها برضو في الفريزر. دي كمية السمنة اللي طلعت معانا ما شاء الله، جميلة جدا، وعاملة حاجة في البيت نظيفة وانت عارفة انت عاملاها ازاي، واستغلتي وش اللبن في حاجة مفيدة. استنيني ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هقولك ازاي تستفيدي من الخض اللي طلع معانا من الزبدة، وكمان المرطة هنعمل حاجة كويسة جدا. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك للفيديو عشان يوصل عدد كبير من المشتركين، وتفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بالفيديو الجديد ان شاء الله. أسيبكم في أمان الله وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.